ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخواتي فراولاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير جميعا. بصوا، انا رايحه عند الطيور دلوقتي، فيلا بينا هاخدكم معايا عند الطيور. لاول مره هصور هناك. كنت موصيه على شويه كتاكيت كده، فراخ يعني بلد صغيره تكبر وتبقى فراخ. حلوه دي. يلا بينا هنروح دلوقتي مع بعض. انا مستنيه التوك توك هيجي يوديني، فيلا بينا ونتقابلوا هناك مع بعض على السطح عند الطيور. لايك حلو منكم لاختكم ام يوسف، تشجيعا كده، خلي الدنيا ايه تمشي والقناه تعلى شويه. يلا بينا. خلاص بقى يا لوجي. ايه علاء تاني؟ هنا بقى كده رحت حبايب قلبي اشتري اكل للطيور. ما كانش عندهم اكل وكده، فالتوك توك التوك توك بقى بياخدني يودينا لغايه المحل اللي بنتعامل معاه، يعني بنجيب منه العلف للطيور وكده. بجيب لهم عيش ناشف متدشش، وبجيب اللهم صل على النبي حاجات كده هنشوفها مع بعض يعني. بس دوت كده الشكارة الكبيرة دي كده فيها العيش ناشف متدشش. عندنا كيلو ب8 جنيه، بجد جدا غالي جدا. حلو بجد جدا، دي غالي جدا. يلا كده بقى احنا ايه وصلنا للبيت بقى القديم دوت. ايه نوشي؟ استني بس الباب مش عايز يفتح. كفارة. يجي النص ده الأوضة. أنا داخلة أشوف كتاكيتي. عايزة أوري كتاكيتي. تعالى نشوف كتاكيت لوجي. كله طلع يجري أول ما فتحت الباب. بصي؟ يا لوجي سيبيهم، حاجه ماتت؟ لا كله زي الفل أهو. طب واقعي كده اتفرج عليه. معاه بطاية صغنونة. ماما معاها بطايه، استني افرجها. دي كتاكيت لوجي، دي فراخ بيضه. جاكيتي بدأت تطلع في الريش الأبيض. أهو بصي. معاها بطايه صغننه اهي. بطاية صغنونة عنونة. بطايه صغننه ديت. دي صغنونة عنونة. دي كده في البيض. دي بقى السقايات اللي بنحط فيها الميه. هاتي الزوزية تعالي بقى نغير كده ونشوف الدنيا. بملى لهم بقى ميه في السقايات ديت كده. عايزه اقول لكم انا مش باجي لهم غير كل 4 ايام مره يعني. فالسقايات دي جميله جدا وبتخلي الميه نضيفه لغايه اخر نقطه فيها، احسن ما احط في علبه او حاجه تانية. كده بقى دوت العيش اللي احنا جبناه واحنا جايين، كنت سبته في المدخل كده. كنت بقى ادخله الشقه عشان اعمل التدريبه بتاعتي، ويعني اوزع على كل الطيور بتاعتي. بصوا هو البيت دوت كده للكراكيب وللطيور، فان احنا نقعد فيه تاني لا مش هينفع، وهيتهد كله في بعضه يعني. فمستغلين ان انا احط فيه الطيور. كده رحنا بقى عند الحمام، يلا بينا. بحط لهم بقى بصوا الاكل في صواني كده، والحمام عامه يعني بينقر كده وياكل من الارض وكده. انا كنت طبعا مخليه حد يجيب لي فراخ كتاكيت صغيره، هتيجي دلوقتي هنشوفها سوا. كتاكيت بلدي. بصوا هنا ما شاء الله الحمام مطلع. عايزه اقول لكم الفيديو ده انا مصوراه على مرتين، يعني الفراخ اللي انت شفتها في الحمام صغنونه دي اللي هي فراخ لوجي دي هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله كبرت كده. وعلى فكره ذبحنا منها كمان واكلنا. في الجميل هنا ما شاء الله الحمام، بس الحمام مش بيتنضف له الا لما بيطلع يعني طول ما هو الزغاليل صغننه كده ما ينفعش اشيلها ولا اشيل البيض من مكانه ولا اي حاجه، تبقى تنظيفه يعني ايه مره واحده. هنا دي كده فرخه رومي كنت مربياها مع الحمام. بصوا بقى، ولا اكلت الرومي جبنه
بيقولوا اكلي جبنه واكلي بيض ولا حاجه خالص. وانا حطيته كده كان بياكل مع الحمام ما شاء الله يعني كبر. بصوا تعالوا اوريكم بقى ايه انا باكل الحمام ايه عشان يزيد وعشان انتاجه يزيد يعني كده وتبقى الزغاليل كبيره. وكمان الحمام ما يبيضش بيضه واحده. في بعض الاوقات كده تلاقوا الحمام يبيض بيضه واحده. بصوا دي اسمها كلفه، بجيبها كده من عند العطار، بتبقى عباره عن فول وعليه او ذره حاجات من دي كده. بحط عليها كمان عيش ناشف. نبت بقى ايه الكتاكيت ليزي الصغيره اللي هنا. بصوا مش بكنس لها الارض ولا حاجه لغايه ما بتكبر برضو بترشي تبن كده. ابو يوسف كان شاحت شويه تبن، انا بقالي كتير ما جبتش فراخ بيضه، فابو يوسف جابهم كده وقال لي لوجي بتحب الكتاكيت، فتقريبا هما كان مات منهم 3 وكان بقى ال5. بصوا باخد بقى بالتبن كده بس وبرش بقى ايه على الارضيه كده، لاني لو كنستلهم بيموتوا. هما في المفرخه الكبيره بتاعه الفراخ بيعملوا كده اللي هو بيرشوا بس تبن كده بيردموا. ولما بيكبروا يعني بيشيلوا بقى كله مره واحده. فانا سبتهم هنا شويه اصلا واخدتهم وديتهم هناك عند الحمام. المكان اللي انتوا شايفينه ده كده بيبقى زي حضانه، حاجه وهي صغيره بحطها فيه لما تكبر بجيبها هنا. بصوا بقى الفراخ هنا كانت وهي كبيره لاني كنت صورت ده جزء تاني على فتره طويله يعني، صوركم الفيديو ده على فترتين. بصوا دي بقى ايه الفراخ البلدي اللي انا جبتها. هنا الحمام بقى بيطلع على المكان ده كده. الحمام بيحب المكان العالي والمكان الواسع يطير كده وياخد راحته. بصوا دي الفراخ البيضه بقول لكم اهو فضل 3 مات 3 واكلنا 2 وفاضل ال3 دول. لما اروح تاني ان شاء الله ايه هذبح منهم. بس هنا الوقت كان اتاخر بالليل. برضو حتى سقايات كده وحتى الصواني دي، السقايات دي جميله جدا جدا بتاعه الميه. وبرضو بنفرشلهم قش كده بس ايه عشان يدفيهم يعني. دي بقى ايه الكتاكيت زي ما قلت لكم اللي انا ايه جاي عشان دوت كده. الكتكوت ب24 جنيه، جايين غاليين خالص والله، حاجه كلها غاليه كده. بقى ايه كنت خلصت خلاص وروحت بيتنا بقى اكلت لقمه بقى وكده. بصوا الدنيا كانت ضلمت عليا ما عرفتش اصور لكم فوق عند البط والوز والحاجات اللي فوق. فان شاء الله باذن الله يعني في فيديو مره تانية لو عجبكم الفيديو دوت ابقى اصور لكم تاني عند الطيور. اي حد عايز اي معلومه عن تربيه الطيور يسالني وانا هقول له على طول. الحمد لله يعني بفضل ربنا بقى عندي خبره في جميع انواع الطيور في تربيتها. اي حد عايز معلومة عن اي حاجة يسألني وان شاء الله هرد عليه. عملت بقى كوباية شاي كده عشان بجد كانت دماغي مصدعة. عملت كوباية شاي حلوة كده في ال50 بقى وهقعد ايه اشربها وابدأ بقى اقوم اشوف هكمل شغلي واعمل ايه. ده كان الفيديو بتاعي، مع الف سلامة.